الترمبة دي. طبعا اختصارا للوقت انا حليت الوش وحليت الترمبة، فاكتشفت فيها عطل خطير. صلوا بينا على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادي طبعا الوش اللي فيه الولسيه اهو، هو ماسك الترمبة كلها. الولسيه اهو ضارب اهو. طب سبب ايه يضرب ليه؟ خليك معايا. اولا في مسمار هنا غايب اهو، مسمار اخوه راكب اهو، الالنكيه ده اهو، التاني هنا غايب. المسمار ده ناحيه ضغط، يعني الزيت هيخش من هنا. الولسيه ده سندب بس يا حبيبي، مش هيحوش معاك ضغط. الولسيه ده اول ما عدى الزيت من هنا لازم يضرب الولسيه ده مره واثنين وثلاثه وعشرة. طيب في حاجه تانية اقول لك عليها. الوش ده الالومنيوم ده اهو اهو، شايفين عامل ازاي؟ اولا راكب مقلوب، ثانيا ده في حرف الثري بالانجليزي اهو، شايفينه اهو، اسمه حرف 3. ده بيكون فيه ألسيه هنا، يعني دي كانت مقلوبة أصلا كده كده، مع إن المفروض تركب عكس كده أهو. تمام، لما تركب كده في ألسيه هنا أهو، حرف 3 بيركب هنا. بص مكان الألسيه أهو، جرب التليفون أهو، مكان الألسيه القديم أهو أهو. مش هنفتنا فيها والله، بس ده شغلنا أهو. دي كده مستحيل مستحيل تمشي وتديك ضغط، عشان تكذب علي وتقول لي كانت شغاله وبتمشي، مستحيل. يعني الألسيه اصلا مش راكب، ثانيا المسمار مش راكب، الترمبه دي معكوك فيها وعمرها ما تمشي. لازم تتصلح زي ما كانت. الألسيه ده يجي والمسمار ده يجي، وبعد كده تجرب عزم الترمبه. الترمبه ما بتلفش على الفاضي عشان تشغلها في معده، على الفاضي ما تش قادر تمشي ولا تلف. تمشي ازاي على معده؟ اكفي لما نشوف الفيديو اللي